دلوقتي انا هفهمكم ازاي تنزلوا قناه الاهلي اللي هتذيع الماتش بتاع بكره. انا دلوقتي معايا ريسيفر صغير، ده القناه هتشتغل على ريسيفر اتش دي مش ريسيفر عادي، دي اول حاجه. انا دلوقتي معايا ريسيفر صغير، هدوس على منيو هيجي لي التركيب، هدوس عليه اوكي، هنزل هدوس 4 اصفار، هنزل على قائمه الترددات هدوس عليها اوكي، هيجي لي ترددات ياما هنا، هدوس هنا عندي الاضافه، عندي احمر اخضر اصفر ازرق، هدوس على الاحمر، هكتب التردد بتاعي اللي هو 11 6 3 6. ده التردد، معدل الترميز ثابت في النايل سات 27500. طبعا التردد عمودي، الاستقطاب عمودي مش افقي، هدوس اوكي. كده التردد نزل معايا رقم 106 اهو، هدوس اوكي اوكي، هيتعلم عندي صح. عندي طبعا نفس الالوان، احمر اخضر اصفر ازرق، الازرق ده بتاع البحث، انا هدوس على الازرق في الريموت اهو، ازرق، هيقول لي بحث، هدوس عليه اوكي. طبعا انا مستني القنوات هتنزل في اقل من دقيقه تقريبا. القنوات نزلت اهي، بس هيقول لي حفظ نتيجه البحث، هديله اوكي. طبعا انا عايز احفظ مش عايز امسح. انا كده خلاص نزلت القنوات. هتنزل بقى القنوات قبل رقم 1 اللي هي اخر حاجه. القناه هتنزل باسم اي تي في. هي القناه اتش دي طبعا مش هتشتغل على الريسيفرات العاديه، هي دي القناه اللي هتذيع كاس العالم. وهتلاقي برضو نفس القناه نازله باسم اي سبورت بلس 1. هي دي القناه اللي هتذيع كاس العالم، هي عليها ماتش دلوقتي شغال، وان شاء الله هتذيع بكره الماتش، وان شاء الله انا هكون معاكم بكره في لايف. تمام. ولو احتجتوا اي حاجه ابعتولي على الفيديو ده، كومنتات على الفيديو ده.